بصراحة يجعلني أتساءل إن لم يكن لديه عيون في مؤخرة رأسه. هجمة مرتدة لبرشلونة، ميسي، سواريز وبوسكيتس الثلاثة متصلون معا. دقق جيدا، في تلك اللحظة كان بإمكان ميسي أن يمررها إلى سواريز على الجهة اليمنى أو يمررها إلى الجهة الأخرى نحو بوسكيتس، لكن إن أعطاها لسواريز فغالبا ستكون مجرد عرضية، وإن أعطاها لبوسكيتس فهو لا يملك السرعة لكسر الدفاع ولا لدخول منطقة الجزاء. لذلك يتوقف ميسي عمدا ليجذب المدافعين نحوه، وعندما يقتربون يغير الإيقاع فجأة، يتخلص من أحدهم ويدخل منطقة الجزاء. هناك يمكنه التسديد، لكن يوجد مدافع أمامه. كما يمكنه المحاولة مع سواريز، لكن مرة أخرى في أفضل الأحوال ستكون عرضية أو 1-2 قصيرة. أما بوسكيتس فهو مراقب جيدا، وهنا يخرج ميسي تمريرة سحرية نحو بيكيه الذي كان قد تقدم من الخلف في صعود مفاجئ. هذه التمريرة تمنحه فرصة واضحة أمام المرمى، وبيكيه بوضعية مهاجم لا يخطئ. لكن يبقى السؤال الحقيقي، في أي لحظة رأى ميسي بيكيه خلفه؟